جدا وحاجه مهمه عايزه تقولها تتعلق باللي قالته لنا في اواخر عام 2013 وما كانش واضح بالنسبه لها واتضحت الصوره ليها فقالت انها امانه عايزه تقولها من خلال القاهره 360. معايا عبر الهاتف جوي عياد. اهلا بيكي. اهلا بيك يا استاذ اسامه. ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ استاذ اسامه، انا الرساله اللي عرفتها الجديده اللي كانت تنقصني فيها المعلومات انا عرفتها، والضميري العلمي والاخلاقي قلت ما ينفعش ان انا اخبي على الناس، ويعلم ربنا ان هذا اللي انا هقوله يعني مش بعرف الناس اللي هم هقول عليهم كده، ولكن دي رساله وهي صاحب مصر. لما اتكلمت مع حضرتك عن صاحب مصر، ودي قضيتي من اكتر من سنه على الساحه العلنيه، ولكن قبل ما اطلع فهي قضيتي من سنين. نعم. وهو صاحب مصر اللي قلت هتيجي على ايده الخير والامن والامان وهيحول تراب مصر لذهب، واللي اتنبأ بيه الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه وقال هيجي راجل في يوم من الايام هيحول ترابنا لذهب، واللي اتنبأت بيه جين ديكسون. ولكن للاسف لما اتنبأت بيه كانوا عايزين يدلونا، وانا سوري ان كنت انا وقعت في الضلاله دي، لان اعتمدت عليها على السن، لانها قالت هو 1962، او ممكن تكون هي قالت النبوءه صح وقالت تاريخ ميلاده صح، ولكن حذفوها عشان ما نقدرش نعرف الراجل دوت. مين الراجل ده؟ او عايزه تقول لنا ايه من المعلومات اللي عرفتيها زياده؟ انا لما قلت لحضرتك بسم الله الرحمن او بسم الله الرحمن الرحيم هبتدي. صاحب مصر علامه العلامات، اياته عجب لها امارات، قلبه حسن رأسه محمد، ويغير اسم الجد، وإن خرج ذلك الرجل فاعلم أن المهدي سيترك أبوابكم، فقبل أن يقرأها طيروا إليه في كباب السحاب أو ائتموه زحفا وحبوا على السرج. قلت لحضرتك ممكن عندنا علوم ظاهرية وعلوم باطنية، مكتوب هنا محمد، ولكن محمد بتساوي عندنا بعلوم الجفر أو بعلوم القرآن يعني أحمد يعني محمود. نعم. ولما عملت سبوت على الاسم لقيته احمد من سيحكم مصر صدق، وتاكدت ان هو اسمه احمد. ولما جه ذكر واحد زلت لسان وانا اخطأت في اسمه، ولكن ربنا عمل لي زي حاجه زي شك كده بقلبي لما قلت لن يكون هو صاحب مصر، وحصل لي شك في اكتر من برنامج. كل ما اقول الاسم دوت لن يكون صاحب مصر تحصل لي حاجه زي شك، وكأن حاجه بتنبهني الهيه ان انا بغلط في حق واحد. اقسم لك بالله هذا ما بحكيه لك. مين الشخص؟ انت رفضتي في التليفون تقولي لي مين الشخص؟ نعم. نعم انا رفضت، وعارفه ان بعد المكالمه ديت هتقوم عليا الدنيا، وعارفه ان انا بشيل كفني على ايدي، وعارفه ان انا حتى بتكلم من ورا اسرتي وبكلم حضرتك من البلكون، وعارفه ان الدنيا هتتشال وتتحط، بس كله في سبيل قضيتي وصاحب مصر اللي هيجي من بعده حضره الامام المهدي. اللي هو مين؟ هو علامة العلامات، اياتها عجب لها امارات، يعني قاعد بالامارات. علامة العلامات يعني ظلم في الانتخابات الاخيرة، ودي كانت علامة من علامات. اتفضلي. سوري دخلوا عليا يزعقوا لي وخرجوا. طيب معلش. قلبه حسن لما شرحت هذه الكلمة في اكتر من برنامج من قبل ما اعرف هذا الرجل، قلت ان قلبه حسن يعني القلب يعني الاسم حسن يعني جاي فيه صفة حسنة. ولما تيجي تحسب اسم الراجل اللي انا قلت عليه احمد ويعني صفة حسنة مرتبطة بالقلب، مش هتلاقي غير كلمة الشفقة اللي هي مرتبطة بالقلب، ورأسه محمد يعني احمد، ويغير اسم الجد يعني احمد محمد شفيق زكي. لماذا لم يكون شهرته احمد زكي؟ لماذا؟ ولكن شفيق هنا قبل زكي، ويغير اسم الجد. إن خرج ذلك فاعلم أن المهدي سيترك أبوابكم، فقبل أن يقرأها طيروا إليه في كباب السحاب، لأن هو مش هنا في مصر، أو ائتموه زحفا وحبوا على الثلج. هو دوت. وكان ينقصني، وكمان هو اسمه يدور حول 3 ميم. انا لما جبت احمد محمد شفيق زكي قبل كده شلته من حساباتي، لان احمد محمد هو 2 ميم، ولكن لما جبت اسم مامته وكان لسه جايباه قريب من اسبوع عشان اتاكد، لقيت ان اسم والد مامته اللي هو جده اسمه محمد، ده بيكمل لي الميم الثالثه، وايضا اسم اللي هو ابو جده اسمه علوي، وهو برضو في صفه من صفاته يعني نصفه العلوي
العلوي احسن من نسوه السفلي، ده برضو مرتبطه بالاسم. لو قلنا 25/11/1941 بتدينا رقم 6 بعلوم الارقام، ولو قلت احمد محمد شفيق زكي بيدينا رقم 6، واسم مامته برضو، بس سوري مش هقول اسمها، بيدينا رقم 6. كان ممكن جين ديكسون لما حللت قالت مواليد 62، كان ممكن هي قصدها على 2/6 وهم حرفوا لنا الكلام دوت. صحابية مصر يفلق مصر، صحابية مصر يفلق مصر، يعني معناها يفلق على وزن لفيق على وزن شفيق. هذا الرجل تعرض لظلم غير بائن، وانا ما كنت بشوف انه كان الرئيس السابق كان بيحاربه كده، فهي حرب شرسة وكأن التاريخ يعيد نفسه. طب الكلمة جوي اللي هي يرفق مصر، مش يمكن يكون رفيق بمصر بمعنى يحنو على الشعب المصري؟ ممكن ناخدها من اي زاوية، ولكن يفلق احنا بناخدها هنا. انا بحب اعمل سبوت على اسم الشفيق. طب ما هنا قلبه حسن، اشمعنى عمل قلبه؟ يعني تبقى في نفس الوقت قلب. عمرك شفت حد يقول مثلا رأسه شفيق، ولا لازم يكون قلبه شفيق؟ صفة الشفقة هي جاية من صفة القلب. مع قلبه حسن يعني قلبه طيب يعني وده ينطبق على اكثر من حد، ان قلبه حسن، قلبه حلو جميل. هذه مبنية على معادلات فلكية عاملاها، وانا مش هطلع وغامر. انا صوتي وصل للعالم وكل العالم بيعرف جو عياد دلوقتي. مش هغامر بمستقبلي، مش هغامر بكل اللي وانا عارفة ان انا بقوم على نفسي ابواب جهنم، بس انا قدها. ولو حد مسني انا بقول من خلال المكالمة ديت الدنيا والعالم هتنقلب. احمد شفيق من آل البيت، احمد شفيق وراه 8 مليون شريف هيسمعوا مكالمتي ديت هينصروا. صحابية مصر هو اللي هيمهد للامام المهدي. انا كل ده عشان خاطر الامام المهدي، انا خارجه عشان خاطر الامام المهدي. انا مش هضلل العالم عشان اجيب واحد مش هو صحابي مصر عشان الامام المهدي ما يجيش. انا عارفه انا بقول ايه. طيب يعني انت متاكده من قراءاتك بمعنى اصح وتحليلاتك؟ يعني هي طبعا. هي والميم اللي كانت محيراني لما جبت بتاعه ابو ومامته اللي هو محمد علوي، الميم دي كانت هي اللي ما كنت هي الثالثه اللي كانت تنقصني. طب هي جوي مش جزء منها قراءات وجزء منها تحليلات؟ وبنقول ان في علم الارقام قراءاته الى حد كبير دقيقه، ولكن تحليلاتنا احنا ممكن تكون رايحه بسبب ميول، او احنا اتاثرنا بحاجه، صدق بالله. او انك شفتي الحلقه بتاعت الفريق احمد شفيق امبارح. اقسم بذات الله، اقسم بحق رسول الله، اقسم بحق السيدة زينب، انا لا شفت معاك الحلقة، وانا بقالي اكتر من اسبوع بدور على قناة كل خايف يقول الكلام بتاعي. واقسم بذات الله يا احمد يا شفيق، انا لا اعرفك ولا عمري كلمتك ولا انتخبتك، انا لا ليا في انتخابات ولا صحتي تسمح ان انا اقف في طابور انتخابات. اقسم بذات الله وعلى ما اقول شهيد، انا لا اعرفه ولا حتى من الناس اللي بينتخبوا حد، ولا ليا في السياسة اصلا، وربنا شاهد على كل كلمة بقولها. طب هو ليه القنوات التانية رفضت انها لان ديت يعني حضرتك شايف المسؤولية. انا بتكلم في منطلق وقت خطر. انا عارفة ان سيادة الفريق السيسي مش هيرشح نفسه، ومتأكدة من كده حتى لو الناس كلها نزلت، ولكن من حقي عشان الرسالة بتاعتي وعشان اريح ضميري لازم اقول ان احمد شفيق هو صحابي مصر، ورسالة من جو عياد من ارض الكنانة العظيمة الى ارض الامارات اللي موجودة عليها دلوقتي صحابي مصر. انا من ساعة ما عرفت قسما بذات الله تعبانة لاني شوك فيا لازم اقول، وخايفة يجرالي حاجة قبل ما اعلن عن هذا الرجل لان هو ممهد الامام المهدي. طيب يعني رايك ايه في ان انا جاي لي رسائل كتيره قوي على تويتر بتقول ان اللي انت بتقوليه ده دجل 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 دجل؟ الدجل دوت اللي بيلعبوا يعملوا بالعفاريت. احنا الحمد لله طبعا ده مش جديد علينا اللي احنا سبوا قبلنا رسول الله وقالوا علينا ساحر، وهو رسول الله جدي. سبوا اهل البيت على المنابر اكتر من 80 سنه، فمش يعني الطبيعي ان يسبوا جو عياد، ما انا لازم اشرب ولازم اخد الضريبه من اجدادي، فعادي لو قالوا علينا جدل. احنا اصحاب علم رسول الله، احنا اصحاب الحق، احنا اللي هنبيد الضلاله. مش جديده يا استاذ اسامه ان احنا نتشتم، دي ضريبه. طيب يا استاذه جوي بشكرك على ان يعني انا كنت متخيل انك اختصتينا احنا بالذات، بس طلعوا ان الناس التانيين خافوا يذيعوا الكلام ده. يعني احنا ما خفناش، يمكن عشان ما كناش نعرف انت كنت هتقولي ايه، او ما خفناش عشان ما فيش سبب اننا نخاف، او اننا ما خفناش ان الناس بعتها بتقول لنا انتوا ايه اللي بتعملوه ده في البرنامج. بشكرك جوي عياد.